السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مصطفى عبد العزيز وحلقة جديدة. لو سألتني نفسك في ايه دلوقتي هقولك نفسي حد من الفيفا يفتح التلفزيون دلوقتي على قناة اون تايم سبورت بكاميراتها السبايدر، يتفرج على اي ماتش في الدوري المصري ويقول لنا هل ده يرضي ربنا؟ يرضي ربنا ان احنا نسمي ده رياضة؟ بقالنا سنتين بيطلع علينا ناس قاعدة بتقطع في الاهلي وبس، وانا قلت الكلام ده في حلقات قبل كده. طب انتوا مش شايفين ان الاهلي اكتر فريق رياضي في كل الالعاب متفوق قدام منظومة رياضية فاشلة في مصر؟ تخيل كده منظومة الرياضية بتاعتنا في مصر تكون نص اللي الاهلي فيه. انا النهاردة هتكلم عن الاهلي وبس ومش هنجيب سيرة اي حاجة تانية، فلو حسيتني كده ببعد عن الاهلي ورايح اتكلم على اي حاجة تانية خليك جدع ورجعني. وفي حاجة كمان قبل ما ابدأ نفسي فيها، نفسي الاهلي يجيب حد كده يقعد مع محمد هاني وحسين الشحات قبل اي ماتش ويفهمهم ان ده ماتش كاس عالم للانديه عشان نشوفوا المستوى الرائع اللي هما بيقدموه الايام دي. تعالوا ندخل في المهم وخلونا في ماتشات الاهلي الجايه في كاس عالم للانديه ونخش نحاول نحلل كده الاهلي بيعمل ايه في كاس عالم للانديه السنه دي. يلا بينا. من مانويل جوزيه لبيتسو موسيماني لمارسيل كولر، اسماء مدربين للاهلي بتتغير والاهلي بيفضل زي ما هو، بيفضل يكسب بطولات، يفضل يروح كاس عالم الانديه ويحقق مراكز. ومن طفل بيهرب من المدرسه عشان يروح يتفرج على ابو تريكه وهو بيجيب برونزيه كاس العالم، لراجل قاعد في الملعب في كاس العالم للانديه في قطر بيتفرج على بيتسو موسيماني وهو بيجيب برونزيه تانية لكاس العالم قدام بالميراس. كل شيء في حياتنا بيتغير والاهلي ثابت. وصلنا لمارسيل كولر، الراجل ده انا واثق فيه جدا، بس الاهم من ده ان احنا نعرف نحميه، ما يعملوش فيه زي ما عملوا في بيتسو موسيماني. ما ينفعش نسيب المنظومه المتمثله في اتحاد الكره المصري والاعلام يعملوا فيه زي الراجل اللي قبله، ياخد فخري ويسيب برونو ويلاعب حمزه ويسيب الشناوي يقعدوا على الدكه. انا عندي في مارسيل كولر ثقه غير عاديه. الصراحه الماتش الاول للاهلي في كاس العالم للانديه والسيرك اللي اتنصب على فريق اوكلاند سيتي حاجه تفرح وتمتع وتفكرك بالاهلي ايام مانويل جوزيه وايام الجيل بتاع ابو تريكه ومتعب وبركات. وفاجئنا مارسيل كولر وغير طريقه اللعب ل 4-3-3 لثلاث خطوط قويه واقواهم كان نص الملعب، السوليه وحمدي فتحي مع اليو ديانج، حاجه تفرح جدا. هقول لك على حاجه صغيره خليك تعرف يعني ايه منظومه، يعني ايه منظومه رياضيه، يعني ايه منظومه النادي الاهلي. تعالى كده نروح نشوف مروان عطيه وخالد عبد الفتاح في اول ماتش ليهم مع الاهلي، وبالذات خالد عبد الفتاح عشان دي اللي واضحه قوي لكل الناس. بيلعب ديربي من اقوى الدربيات في المنطقه العربيه، الاهلي والزمالك في ماتش قمه، وبيلعب في مركز غير مركزه في قلب الدفاع وبيعمل ماتش عالمي، ماتش الصراحه للتاريخ. بيفوز بكل الثنائيات والالتحامات مع لاعبي الزمالك. دي حاجه توريك يعني ايه منظومه رياضيه، توريك يعني ايه لعيب بيلعب ماتش زي ده وتحسه مولود جوه سور الجزيره. نرجع تاني لمارسيل كولر وكاس عالم الانديه. الصراحه الراجل موفق جدا جوه الملعب وبره الملعب. بره الملعب بمعنى تصريحات متزنه جدا، رسائل بيعرف يوصلها للعيبه فرقته ولعيبه الفرق المنافسه بذكاء شديد جدا. الفرقه اللي هنلعبها بكره اكيد اصعب من اوكلاند سيتي، فريق سياتل ساوندرز الامريكي، اتاسس سنه 74 اللي هو اصلا مارسيل كولر اكبر من تاريخ النادي كله، وبعد فتره وقف النشاط وتاسس تاني في سنه 2007 بشكله الجديد. السنة دي هو المركز ال11 في الدوري الامريكي. ومعلومة كمان مهمة، الفريق ده اول مرة يشارك في كاس العالم للاندية بعد لما كسب نهائي الكونكاف سنة 2022 وقضى على سيطرة الفرق المكسيكية على البطولة. المدير الفني للفريق هو امريكي الجنسية، وبالمناسبة هو لعيب من لاعبين النادي، لعب معاهم 235 ماتش، كسب في 110 ماتش وتعادل في 50 وخسر 75 ماتش، وقدر ان هو يحقق الدوري الامريكي في موسم 2016 و2019. الفريق بيلعب بخطه 4-2-3-1 وبيعتمد على اجنحه الفريق وخاصه الجناح اليمين راؤول رويدياز، لعيب عنده حلول كتير جدا وبيعمل خطوره. نروح للخطوره الثانيه للفريق ده اللي هتكون متمثله في ان هم بيشوطوا كتير جدا من بره منطقه الجزاء، والحقيقه كل الفرقه مميزه في الحته دي جدا، دي نقطه قوه كبيره جدا عند الفريق. يمكن هم دول نقطتين القوة الوحيدين اللي عند الفرقة دي واللي بيستخدموها في معظم ماتشاتهم. نروح بقى لنقطة الضعف ونشوف الفرقة بتاعتهم ممكن نخلخل دفاعاتها ازاي، ممكن نلعب عليها ازاي.
الدفاع عندهم ضعيف جدا، ضعيف مهاريا بلعب الكرة على الارض، وضعيف حتى في التمركز الصحيح في منطقة الجزاء. وده هيخلق فرصة كبيرة قوي لحسين الشحات واحمد عبد القادر كأجنحة او اي اسم تاني هيلعب ان هم يشكلوا خطورة، وخاصة ان الباكين بيطلعوا كتير والارتداد بتاعهم لمنطقة جزائهم بطيء جدا. واللي احنا قلناه ده هيسهل الماتش على الاهلي جدا في حالة ان الاهلي استخلص الكرة بسرعة ولعب كرة سريعة وعمل تحول سريع للهجوم عن طريق الجناحين، عن طريق سرعة الاجنحة. وعشان كده لازم الجناحين اللي هيلعبوا بكرة في ماتش الاهلي يكونوا عندهم سرعة، وده هيخلق لا مركزية في هجوم الاهلي، وهيخلق خلل كبير جدا في دفاعات سياتل، واللي هيعمل خطورة كبيرة على جون سياتل طول الماتش. كده احنا حللنا بسرعة نقط القوة ونقط الضعف وازاي نتعامل مع الماتش ده، وان شاء الله الاهلي يحقق الفوز بكرة وننتقل للمرحلة اللي بعدها السيمي فاينل، وهي المقابلة بتاعة ريال مدريد بطل الشامبيونز ليج في نسخة استثنائية لريال مدريد والبطولة ال 14. ودي الفرقة اللي انا بشجعها في اوروبا، بس مش هينفع، الاهلي في قلبي برضو. ومن هنا قبل ما نخلص الحلقة لازم نشكر جمهور المغرب على مساندة الاهلي في الملعب، اخواتنا وحبايبنا اللي فرحونا في كاس العالم ووصلوا لابعد نقطة السيمي فاينل. شكرا جمهور المغرب العظيم. وهنا هنكون خلصنا حلقتنا النهاردة. لو عجبتك الحلقة انزل اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديدنا. اشوفكم في حلقات تانية قريب.